اتفضل. مرضانا ومتابعينا بكل مكان، الله يسعد اوقاتكم. طبعا حالتنا اليوم من الحالات ايضا الجميله والمميزه لمريضه بتعاني من ترهل بالطابق العلوي والسفلي من البطن. نشوف حجم الترهل الكان الكبير اللي عندها. هدول المرضى بتلاقي عندهم ترهل اسفل السره وترهل اعلى البطن يعني فوق السره. فهيك انواع من المرضى يعني ما يرهم معهم الا هذا النوع من شد البطن الطولي والعرضي، اوكي؟ فبنعمل نحن هذا النوع من الشد، بنشوف حجم الاستئصال، هذا بيعمل لي استئصال اكبر للجلد المترهل، بيعمل لي شد افضل للبطن للخواصر لاعلى الفخذين كمان، يعني اهم من شد المنطقه ما بين البطن واعلى الفخذين، من شد العانه ايضا. قمنا ايضا باجراء شفط لشحوم الخواصر، والحمد لله هيك بتكون النتائج جيده جدا. طبعا هدول المرضى مثل ما قلنا هدول بنشوفهم اكثر شيء المرضى اللي خسروا وزن كثير كبير مع بعض عمليات سمنه اكثر شيء، فبصير الترهل اعلى البطن واسفل البطن، ما بيرهم معه الا هذا النوع من الشد. نشوف حجم الاستئصال الكبير.